صباح الخير. بما اننا متفقين كلنا على حب ورق العنب، وبصراحة كده يعني اللي مش بيحب ورق العنب فايته كتير. فهنعمل النهاردة ورق العنب وهنعمل معاه كمان لحمة محمرة. وبس طبعا عشان احنا لسه في شهر مارس، فورق العنب الجديد لسه ما طلعش، وللأسف اللي موجود حاليا كمان في الأسواق مش كويس. فالنهاردة هنعمل من ورق العنب المجمد اللي بيتباع بره جاهز، وفي الموسم بتاع ورق العنب ان شاء الله نبقى نعمله تاني ونخزنه كمان مع بعض. فاول حاجة بنتسأل عليها بالنسبة لورق العنب المجمد، هو الافضل البرطمانات ولا الافضل الاكياس؟ انا عن نفسي بفضل الاكياس. طيب نتعامل معاه ازاي لما نجيبه؟ اول حاجة انا بحط كده عليه مية بعد ما بطلعه من الكيس، واسيبه لما يفك في المية شوية من التلج اللي فيه، وبعد كده باخده اغسله ورقة ورقة تحت الماء الجاري. تمام. وبعد كده طبعا كل ده علشان نتخلص من المادة الحافظة اللي فيه. بعد كده بنقعه تاني في مية وخل نص ساعة تقريبا، وبعدين بشطفه من الخل. وبعد كده بكون محضرة حلة مية سخنة، لانه بيتسلق، عشان برضو في ناس بتسأل كتير هو بيتسلق ولا لا. ايوه بيتسلق طبعا. انا بحط في المية السخنة المغلية دي ليمون، وبحط كمان ملح. وبعد كده بنزل بورق العنب، بياخد بالظبط دقيقتين 3، وبعد كده بطلعه على مية باردة او من الحنفية يعني، علشان خاطر اوقف عملية السلق وما يتهريش مني، لان انا لو فضلت سايباه وهو في المية السخنة بتاعته او وهو سخن كده ممكن الورقة بتاعته تتهري. هحضر بقى دلوقتي خلطة المحشي، ودي الخلطة اللي انا معتمداها في كل وصفات المحشي بتاعتي. في طاسة بقى او حلة على النار بحط فنجان زيت، وبنزل عليهم ببصلتين كبار مقطعين. واول ما البصل يصفر بكون مجهزة طماطم معصورة. طيب الطماطم المعصورة بتبقى قد ايه؟ حسب كمية ورق العنب والرز اللي عندي. يعني انا كل ربع كيلو ورق عنب بياخد كوباية واحدة رز. فانا النهاردة عشان معايا ربعين من ورق العنب، يعني نص كيلو، فهستخدم كوبايتين من الرز، يعني برضو حوالي نص كيلو. علشان كده الطماطم هتبقى حوالي كيلو الا ربع، يعني اكتر من الرز بربع كيلو. زائد طبعا معلقتين الصلصة الكبار اللي هيدونا لون حلو لخلطة المحشي. بعد كده بضيف التوابل بتاعتي، وهي عبارة عن ملح، فلفل اسمر، كزبرة مطحونة، وكمون مطحون، ومعلقة من النعناع، ودي اختياري. اللي عايز يحط نعناع يحط معلقة صغيرة، واللي مش حابب طعم النعناع او ريحته في خلطة المحشي براحته خلاص يستغنى عنها. واضفت كمان واحدة من مرقة الخضروات. انا ما بستخدمش مرقة دجاج في اكلي خالص، بستخدم مرقة الخضروات بس. وبقلب كل الكلام الجميل ده وبسيبه لغاية لما يتسبك. هنعرف ان هو اتسبك ازاي؟ لما ما يبقاش فيه مية، والمادة الدهنية اللي احنا حاطينها في الاول اللي هي الزيت تطلع على الوش كده وتبقى باينة. فكده خلاص يبقى الصلصة بتاعة المحشي اتسبكت. هنقلها بقى في طبق تاني، وبعد كده اسيبها تبرد خالص، وبعد كده بضيف عليها كوبايتين الرز. الرز هنا مش منقوع، هو يدوب بس اتغسل وقت ما انا هضيفه على الصلصة، وبعدين هقلبه مع الصلصة. وفي الاخر خالص بضيف الخضرة. الخضرة عبارة عن ميكس كده من البقدونس والشبت والكزبرة، 3 حزم يعني كل واحدة حزمة. وبعد كده بغسلهم وبقصهم بالمقص، مش في المفرمة، علشان خاطر ما ينزلوش مية. انا مش عايزة اي سوائل في خلطة المحشي. وكده ورق العنب بقى جاهز، وكمان خلطة المحشي بقت جاهزة. بس قبل ما نبدأ بقى نحشيه في خطوة تانية هنعملها دلوقتي مع اللحمة. هنسخن طاسة كويس قوي على النار، بعد كده هنحط حوالي فنجان من الزيت، وهنحط كمان معاهم معلقة او معلقتين من السمنة. لما يسخنوا كويس جدا نبدأ ننزل باللحمة علشان تاخد صدمة كده وتقفل المسام بتاعتها. اللحمة دي بيبقى اسمها لحمة سن، هي عبارة عن لحمة طرية شوية، فبتاخدش وقت خالص في التسوية بتاعتها، وممكن نستبدلها كمان بالريش. احنا يا دوب هنديها صدمة، ولو حابين ان احنا نرصها
تحت ورق العنب وتستوي معاه اوكي، لكن انا النهاردة ما حبيتش احطها تحت ورق العنب، حبيت اسويها لوحدها او احمرها لوحدها. التوابل اللي هستخدمها للحمة هي معلقة من الفلفل الاسمر، ربع معلقة من الحبهان المطحون، وربع معلقة من جوز الطيب، وربع معلقة من القرفة، وبهارات لحمة. طبعا الاساسي هو الملح والفلفل، بس الملح انا هحطه قرب تمام التسوية، يعني قبل التسوية بشوية بسيطة. والفلفل الاسمر ده طبعا من الحاجات برضو الاساسية، اي حاجة تانية ممكن ان احنا نستغنى عنها. وبالمناسبة انا حطيت لها ورقتين من ورق اللورة، يا دوبك بس يعني ناخد ريحتهم، بعد كده نبقى نطلعهم تاني على طول، لان بيدي ريحة قوية جدا لو انا سبته للاخر. اللحمة مش بنقلبها كتير، بس كل ما نلاقي الاتجاه اللي ناحية النار لونه اتغير نروح قلبينها على جنب تاني، وهكذا لغاية لما لونها كلها تتغير وتنزل المية بتاعتها، وكمان المية بتاعتها تتبخر وتنشف. في الحالة دي قدامنا حاجة من الاتنين، يا اما نسويها تحت ورق العنب، يعني نرصها في الحلة وبعدين نرص فوقيها ورق العنب، او نعمل الطريقة اللي انا عاملاها النهاردة، انا عملتها متحمرة بعيدا عن ورق العنب. وهي طريقة سهلة جدا، ان انا بعد ما بتتشوح اللحمة في التوابل بتاعتها وخلاص المية بتاعتها بتخلص خالص، بهدي النار عليها وبضيف لها ربع كوباية مية واغطيها، وكل ما الاقي المية خلصت افتح تاني عليها اقلبها واديها ربع كوباية مية، وهكذا لغاية قرب التسوية بحط لها الملح، وبعد كده بسيبها اخر ربع ساعة، وكده تبقى تمام متحمرة وزي الفل، وبتبقى كمان شبه اللحمة المشوية قوي. اهم حاجة بس ان احنا ناخد بالنا ان النار هادية جدا، انها متغطية كويس، وان كمان المية اللي بنزودها مية سخنة مش باردة. طيب خلاص خلصنا من اللحمة ووطينا عليها، هنروح بقى نحشي ورق العنب. ورق العنب طبعا اي ورقة بنمسكها بنفردها بيبقى ليها اتجاهين، الاتجاه الناعم والاتجاه اللي فيه العروق. احنا هنحشي الرز هنحطه على الاتجاه اللي فيه العروق. خلاص، يبقى كل ورقة كده حبة رز صغيرين بالمعلقة، وبعد كده بنقفل الجناب، وبعد كده بنرول الورق العنب زي ما احنا شايفين دلوقتي. بمنتهى البساطة هنخلص الكمية بتاعتنا. طبعا انا مبطئة شوية الحركة علشان خاطر البنات الصغننين اللي عايزين يعرفوا ازاي بيتلف. هنعمل واحد تاني برضو علشان تبقى الدنيا واضحة. حطيت كده معلقة الرز على الاتجاه اللي فيه العروق، وبدأت اقفل برضو ممكن من تحت زي ما انا عملت دلوقتي، وممكن الجناب الاول، وبعد كده ارول ورق العنب والفه كده. وطبعا وانا بلف بضغط بصوابعي علشان خاطر تبقى القفلة محكمة ما تفكش طبعا واحنا بنسويها. وهنا خلصت كل الكمية بتاعت ورق العنب بتاعتي، وهبدأ ارصها في الحلة علشان نبدأ التسوية. طبعا انا لو بستخدم ورق عنب فريش كنت اكيد العنقود بتاعه ده او العروش بتاعته كنت اخدتها كلها جمعتها وحطيتها في الحلة من تحت، علشان خاطر بتحمي ورق العنب من اي حرارة زيادة تحتيه. لكن طبعا علشان ده مجمد فانا اخدت كام ورقة كده كانوا مقطعين، وفي واحدة منهم كانت ناشفة فحطيتهم تحت خالص علشان خاطر يحموا ورق العنب. طبعا هنا انا فتحت على اللحمة علشان خاطر اشوف هل محتاجة مية ولا لسه فيها المية بتاعتها، وبرضو قلبتها شوية، يعني كل فترة كده زي ما قلتلكوا كل ربع ساعة ببص عليها اشوف محتاجة مية لسه فيها مية. والمية لازم تبقى سخنة لو انا هزود مية. سبتها ورحت بقى اكمل تسوية ورق العنب. هحط على ورق العنب حوالي فنجان صغير من الزيت، وكمان عصير ليمونتين، واغطيه بالطبق. يعني انا كان لازم اجيب طبق اكبر من كده الحقيقة بس لقيت ده قدامي وهو تقيل فحطيته على وش ورق العنب. وبعدين هنبدأ نضيف الشوربة علشان خاطر دي اللي هتتسوى فيها ورق العنب.
طبعا اي نوع شوربة، شوربة فراخ او لحمة، او لو حتى ما عندناش شوربة خالص ممكن ان احنا نجيب مية ونحط فيها معلقة ملح على مكعب مرق ويبقى عندنا شوربة، ونضيفها على ورق العنب بحيث ان المية توصل للصف اللي هو قبل الاخير، يعني المية ما تبقاش مغطية الصف اللي فوق خالص. ونغطي بقى الحلة لغاية لما يشرب المية كأننا بنسوي رز عادي خالص. اول ما نلاقي خلاص مفيش مية باينة قدامنا نطلع الطبق ونهدي النار خالص ونغطي عليه تاني ونسيبه بقى يكمل تسوية ربع ساعة، وهيكون ورق العنب جاهز معانا. وعندي كمان اللحمة كده خلاص بدأت تبقى في اواخر التسوية بتاعتها، علشان كده انا هحط لها ربع كوباية مية سخنة ومعلقة ونص ملح، لان الملح زي ما قلنا بيتحط في الاخر. وكده يكون قدامها حوالي 10 دقايق وتكون جاهزة. عايزة اقول لكم ان اللحمة بالطريقة دي بتطلع دايبة خالص وجوسي جدا وطعمها في منتهى الروعة. بس اهم حاجة نختار قطعية اللحمة المظبوطة، زي ما قلتلكوا دي اسمها لحمة سن، او ممكن نستبدلها بالريش وتستوي تحت ورق العنب. وورق العنب كمان معايا بقى جاهز، وهنبدأ نقدمه في اطباق التقديم. وهنزين الطبق بشرايح من الليمون بتدي لطبق ورق العنب شكل حلو. وعايزة اقول لكم بقى طعمه وريحته في منتهى الجمال. عايزة كمان اوريكم قد ايه ورق العنب مستوي مظبوط جدا، الورقة مستوية مش ناشفة، وكمان في نفس الوقت الرز مستوي ولكن مش معجن، يعني هتلاقوه كده، هفتحه قدامكم دلوقتي وهتلاقوا الرز مفلفل من جوه. اللحمة كمان سواها جميل جدا، وكان نفسي بجد الريحة توصل لكم، لان فعلا بعض الاطباق بتبقى الحلو اللي فيها ان هي بسيطة. وممكن للحمة تضيفوا كمان معاها وهي بتستوي اي حاجة انتوا بتحبوها زي الطماطم او شرايح بطاطس او فلفل الوان، طعمها جميل جدا. اتمنى ان انتوا تجربوها وان شاء الله تعجبكم، واشوفكم على خير في فيديوهات جاية كتير. ميرسي جدا للمتابعة. باي باي.